أنشأ بعض السقط قناة للأغاني يأخذون الآية القرآنية وعلى النغمات الموسيقية، باعتبار أنهم يتعبدوا لله تبارك وتعالى بطريقة أخرى. وحينما عوتبوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، مع أن هناك تفسير لأهل العلم لقول من لم يتغنى أن المقصود به الاستغناء بالقرآن، وهناك من أهل العلم من يقول من لم يتغنى بالقرآن أي يرتله ترتيلا طيبا، فأدخلوا الموسيقى في القرآن، فيأتون للسورة ويبدأون يلحنوها على النغمات الموسيقية، ثم يبدأ الموسيقار بضرب الموسيقى وصاحب القيثار والبيانو والعود، وذاك يقرأ على النغمات الموسيقية. حصل ولله الحمد يعني في هذا الأسبوع حملة كبيرة جدا على هذه القناة، ومن فضل الله عز وجل بالأمس وصلتني أخبار أنهم أغلقوا القناة. أسأل الله أن ينتقم من هؤلاء، وأسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته. وهذه المسألة لهم أكثر من 20 عاما وهم يحاولوا فعل هذا الموضوع، وقد فعلوه من زمان، إلا أنه بهذه الصورة شيء جديد. وقد ظهر مصري وهو في المولد وحاول أن يقرأ بعض الآيات القرآنية على النغمات الموسيقية، وأظنه عنده نزعة صوفية أو شيء من هذا القبيل، فنسأل الله العافية، نسأل الله أن يحفظ علينا دين الإسلام. ونحن في زمن الفتن نتوقع ما هو أشد من ذلك، والعبرة بثبات المسلم وعدم انجرافه وراء الفتن وثباته على السنة والتوحيد. نسأل الله السلامة.